هل تعتقد انه لوسيلس راح يسدد مباشرة؟ انت غلطان، لانه مرر الكرة لجونزاليس. هل تعتقد انه جونزاليس راح يسدد؟ انت غلطان مرة ثانية، لانه مررها للكابتن ميسي. بس الكرة راحت ورا ميسي، لكن ميسي قدر يلحقها ويسيطر عليها. كل مدافعي الأرجواي على طول رجعوا لمراكزهم الدفاعية، وميسي حافظ على الكرة بفضل تحكمه الخرافي، بس ما كان عنده مساحة لا للتسديد ولا للتمرير. هل تعتقد انه ميسي راح يمررها للخلف؟ غلطان مرة ثالثة. ميسي لف ورجع مشى بالكرة خارج منطقة الجزاء. شوف لاعبي الأرجواي كلهم منجذبين لميسي كأنهم مسحورين، بيلحقوه وهو بيتحرك خارج منطقة الجزاء. لما شاف انه جذب عدد كافي من المدافعين مرر الكرة لدي بول اللي ما حدا عنده على الجناح. بما انه كل لاعبي الأرجواي كانوا تحت تأثير ميسي، فتم تمرير الكرة لنصف منطقة الجزاء بسهولة بام بالشباك من لاوتارو. هذا هو ميسي، بيقدر يحول غلطة زملائه لسحر خالص، بيحول فرصة شبه مستحيلة لفرصة تسجيل حقيقية. ببساطة يا سادة، اعمل اشتراك يا زلمة، 100,000 قربنا.